داوود والخاتم الأسود. قصة من تأليف الكاتب أحمد المخوفاتي. أنت كدابة داوود، قلت الكلام ده كتير قبل كده وطلعت بتكذب. القبر اللي نبشناه والآثار اللي طلعت كانت حجر مش ذهب، بس أنا شفتك بتاخد خاتم في جيبك وبتقولي ده فضة. أنا بقى عاوز الخاتم ده يا داوود. عاوزه تعمل بيه إيه يا رمضان؟ أنت عارف الخاتم ده بتاع مين ولا مش عارف؟ لا مش عارف، وهتفرق في إيه يا داوود؟ الخاتم ده عليه خدم ورمضان، يعني جن كان بيسخرهم الساحر زمان لخدمته. أنا مش مصدقك. طب نصيحتي ليك بقى يا رمضان، بلاش تاخد الخاتم ده. طيب ما انت لابس الخاتم اهو داوود ومفيش حاجة اهو. بص يا رمضان، انت كتير الكلام. عاوز الخاتم خده، بس ما تلومش غير نفسك. يلا سلام، علشان ورايا شغل، ولما تظهر مصلحة بقى رن عليا. مشي ومردش عليا، بس شكله كان متضايق. بس انا كنت هلبسه شوية واديهوله ولا ابيعه واقول له ضاع مني. واول ما مسكت الخاتم لقيته بارد. اول ما لبسته اتخنقت، زي ما يكون لفيت حبل حوالين رقبتي وشديت على رقبتي. خلعته ولقيته سخن مولع لدرجة وقع من ايدي. بعدها بربع ساعة كوعي اتحرق حرق كبير. رحت المستشفى قالولي ده حرق. انت اتحرقت كده ازاي؟ قلت لهم انا ما اتحرقتش، ما كنتش فاهم. المهم داود اتصل عليا وقال لي ان في شغل جديد في الصعيد، مقبرة هنفتحها، بس هنقعد يمكن اسبوع او اكتر. خلصت معاه المكالمة ورحت البيت. لقيت دراعي بيألمني قوي والجرح بينزف مادة سودة. انا شفتها خفت قوي من شكلها. انا بنزف مادة سودة، دي ريحتها وحشة قوي، عاملة زي الزفت. اتصلت على داود تاني، قعدت ارن عليه كان نايم ما بيردش. لا، انا لازم البس واروح له. فضلت اخبط عليه وكان باين عليه انه نايم. بص يا داوود، شايف اللي حصل لي من الخاتم بتاعك؟ انا حذرتك يا رمضان، فكرتني اني بمنعه عنك. ما انت كنت لابسه ما حصلكش حاجة ليه؟ انت اصلا مش مؤمن بالجن، ومهما اتكلم مش هتفهمني، عشان كده سبتك تتأكد بنفسك وتجرب يا رمضان. انا خلاص مش عايزة اجرب حاجة، خلصني من الألم ده. انا قلعت الخاتم وبرضه مش بيخف الألم. بص يا داوود، كان عند كوعي الحرق بقى بيزيد ودخل على دراعي كله. مفيش كام ساعة كنت في المستشفى. أنا مش فاهم اللي بيحصل ده. طيب تعالى يا رمضان. إيه هتعمل إيه؟ هتقطع دراعي ولا إيه؟ اسكت بقى يا رمضان، اسكت شوية. ولقيته بيجيب سكينة ويمشيها على مكان الحرق وبيقول كلام غريب. وفجأة الألم بدأ يخف والحرق نفسه بدأ يروح. بعد نص ساعة وأنا واقف مع داوود الألم شفي تماما، ولقيته غز السكينة في إيدي نغزة بسيطة. أنا سحبت إيدي منه وقلت له أنت عملت إيه يا مجنون؟ بتغزني بالسكينة داوود، عايز تموتني؟ طب ارفع إيدك بقى عشان بتنزف. ببص لقيت إيدي بينزل منها نفس المادة السوداء المقرفة، وبعدها الجرح اختفى والمادة وقعت على الأرض وكمان اتبخرت. لقيتني بقول له أنت عملت إيه يا داوود؟ ده بقى يا جماعة بيعرف حاجات كتير أنا معرفهاش. أي حاجة بحتاج إن أعرفها وبتكون غريبة بسأله فيها وبيجاوبني على طول. بس عند سؤالي ده خاف يجاوبني أو خاف عليا معرفش. أصلنا عشرة عمر، أنا وداود صحاب من سنين وشغالين مع بعض في الآثار، بنكسر ونحفر. وداود مؤخرا بقى بيتعامل مع الجن وبيشوفهم ويكلمهم. داود كان متجوز وعنده عيال، بس كل عيلته ماتت. بس يا جماعة عيلته ماتت بعد ما اتعلم السحر وتواصل مع الجن. يا داود، عيلتك ماتت علشان انت بتتعلم السحر وبتتكلم مع الجن، صح؟ ده قدر يا رمضان، زي ما قدر إن آدم يلقى في الجنة شجرة الظلم وياكل منها. محدش بيختار مصيره يا رمضان، وده بقى شغلي، وانت يا صاحبي الوحيد عاوزك تختار طريقك.
اختار حياتك، ومهما تكون ما تبصش للعقاب. أصل كلنا هنتعاقب، حتى لو إنك دخلت المسجد برجلك الشمال مش اليمين. ما كنتش مقتنع بالكلام بتاع داوود، بس بريحه. أنا عايش وحيد في الدنيا دي، ومليش غير صاحبي داوود، وأي مكان يروح فيه لاقيني معاه. رحنا القرية في الصعيد، كان قبر في منزل راجل بسيط، بس العمدة بتاع القرية كان واقف معانا. فضلنا نحفر أنا وداوود، وبدأ يتواصل داوود مع الجن. وبعد ساعة كاملة من البخور والتعاويذ حسينا كلنا بهوا سخن خبط فينا، ووسط الدخان شفنا مخلوق بس مش مكتمل، حاجة بتجري وسط الدخان. وفجأة الحاجة دي وقفت، ولقيت داوود اتخنق وبيكح بشكل غريب، ووقع على الأرض وأغمى عليه، وفاق بعد نص ساعة من المحاولات. فضلنا نفوق فيه. ايه اللي حصل؟ انت أغمى عليك. قام ووقف وخرج بره ونادى عليا: يا رمضان، تعالى ثواني عاوزك في حاجة. طلعت ولقيته بيبكي. في ايه يا داوود؟ يا رمضان أنا خايف قوي. من ايه؟ أنا كنت هموت الجن يا رمضان، اتكتروا عليا وكانوا هيقتلوني وخنقوني، وفضلت أقول يا رب يا رب. أغمى عليا وشفتني واقف في الصحراء، وكل المخلوقات المرعبة بتطاردني، وأنا رجلي بطيئة مش عارف أجري. ما أنت ما كنتش مصدقني يا داوود. طب تعالى روحني رمضان، أنا عايزة أنام. وإحنا ماشيين مروحين بقول لك إيه، تعالى أنا عايزة أصلي. أنا بصراحة كنت مستغرب، ودخلنا المسجد، كان أذان الفجر بيأذن. صلينا، وإحنا رايحين المكان اللي هننام فيه قال لي: أنا همشي، هنام ساعتين وهمشي، مش هكمل. هنروح فين؟ أنا معاك يا داوود. أنت صاحب جدع قوي يا رمضان. يلا نجهز شنطة هدومنا ونهرب من هنا. طب والكنز والفلوس؟ ملعون أبو الفلوس. أنا شفت الموت بعيني يا رمضان، ربنا نجاني، ربنا اداني فرصة تانية. وكلام اللي انت سمعته مني ده في البداية كله غلط. الإنسان في إيده يختار الخير والشر. في اللي بيشرب في الكوباية شاي، وفي بيشرب في نفس الكوباية خمرة. سامحني رمضان. كنت سامعه كأنه بيودعني، ودخل بيته، وفات يوم واتنين وتلاتة، وداود مش بيكلمني ولا بيتصل عليا، وانا اتصلت عليه كتير ما بيردش. قلقت عليه، رحت بيته خبطت على الباب مش بيرد. كسرت الباب، لقيته كاتب ورقة بيقول فيها: عزيزي رمضان، أخويا وصاحبي، سامحني لو شفت الورقة دي ووقعت تحت إيدك، كده أكون في مكان أبعد وأخطر مكان تقدر توصله. أنا الجن خطفني وهيعاقبني علشان خالفت العهد معاهم، ودخلت المسجد وتركت القبر، وقررت أتوب إلى الله. هما كان ليهم رأي تاني. وفي اللحظات القليلة اللي بكتب لك فيها الكلام ده قبل ما الشمعة تخلص، لأني بكتبهولك من الجحيم، وبعدها مش هشوف النور تاني. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنا رمضان صاحب داوود. بعد ما قريت كلام داوود ما كنتش عارف أبحث عنه فين، أنا ما لقيتوش. بس بعد أسبوع ريحة وحشة طلعت من شقته، والجيران لقيوه ميت ومتحلل في الشقة، وعلى جسمه آثار تعذيب، والدم محبوس في جسمه، مش موجود. جسمه كله أزرق، ما فيهوش أي دم. كانوا بيعذبوه. علشان قرر يتوب لله، أنا قررت أبعت القصة دي ليك يا أستاذ أحمد، علشان تنبه وتحذر الناس إنهم لا يتبعوا خطوات الشيطان، لأنه للإنسان عدو مبين. وشكرا يا أستاذ أحمد. وبكده تكون انتهت قصة داوود والخاتم الأسود. انتظروني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.